أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافنز كيتشن بالعربي. النهاردة هنعمل أحلى بيتزا تونة من غير أي عجينة ولا أي نوع دقيق ولا تخمير، بطريقة سهلة جدا وتنفع قوي للي عاملين كيتو دايت أو لو كارب دايت ومرضى السكري وحساسية الجلوتين. يلا بينا نبتدي. في طاسة على نار متوسطة هنحط حوالي 3 معالق زيت زيتون، وأول ما يسخن هنحط ربع كوباية فلفل أخضر وربع كوباية فلفل أحمر وربع كوباية بصل متقطعين صغير، ونشوحهم لغاية ما يطروا شوية، وبعدين نزود ربع كوباية زيتون متقطع صغير وتلت كوباية صوص طماطم، وهنتبل بنص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بودرة ثوم، ونقلب كويس، وبعدين نضيف علبة تونة متصفية ونقلبهم كويس ونسيبها لمدة دقيقة واحدة على النار. انا سايبه لكم كل المقادير والمكونات تحت في الديسكريبشن. ودلوقتي هنجيب كوبايتين جبنة تشيدر مبشورة وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة ومعلقتين كبار طحينة ومعلقتين كبار خل ورشة ملح هيمالايا ورشة فلفل اسود ومعلقة صغيرة زعتر، ونقلبهم كويس مع بعض. هنجيب صينية مقاس 30 سنتي ونفرد فيها خليط الجبنة ونسويه كويس، وبعدين نفرد عليه خلطة التونة بالخضار، واخر حاجة هنحط جبنة تشيدر مبشورة او موتزاريلا ورشة زعتر. وفي فرن متسخن من قبل كده على 180 درجة هنحط البيتزا بتاعتنا في الرف الوسطاني لمدة 25 دقيقة وبس. خلاص، بيتزا حلوة قوي من غير اي نوع دقيق او عجن او تخمير. انا متأكدة ان لو جربتوها هتعجبكم قوي، ولو عجبتكم قولولي رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.